اللي بيصلي في الشرق ولا في الغرب هدوا لنا الجامع وخلاص ومشي. بقى لهم 10 سنين على كده مرمي كده بقى مزبله اهو. يعني هل المساحه دي كلها كانت حيز المسجد؟ والمأذنه اللي احنا شايفينها دي كانت داخل كل ده كان داخل الجامع. انت يا حاج عايز تقول ايه؟ اولا دلوقتي المسجد ده ما كانش له حد حق انه يهد ولا حاجه. كان حلو وكان جميل، كان جديد وما فيش اي حاجه وتراوح والناس كانوا مجددينه. وبعدين طلع قرار سيادتك كانوا مجددينه. وبعدين سيادتك هو دلوقتي نهدد المسجد وطلع له ميزانيه ب 5 مليون على 1200 متر. المقاول جه عمل على 600 متر، فعل على 600 متر وعايز يشتغل على 600 متر. ميزانيه 5 مليون؟ ميزانيه من الاوقاف 5 مليون والميزانيه بتاعته، والمحلات دي كلها تبع داخله حيز ال 1200 متر سيادتك. وهو برضه ايه دفع للناس عشان ما حدش يطلع، عايزين يطلعوا من المساجد. بس عايزك تشوف الزباله اللي موجوده دي. احنا عندنا اطفال صغيره. انا ابني والله ابني جايبه من المستشفى النهارده، والله ابني عنده نزله معويه جايبه من المستشفى. يعني احنا امام وضع يعني غريب شويه. مسجد للعباده تحول الى مكان يصيب المواطنين بالامراض. بالظبط كده. ما زي ما انت شايف الناس كلها بترمي الزباله هنا. خد بالك لا تقع بس. ما بقول لك احنا اهل الحته وهو الجامع الوحيد اللي كان في الحته هدوه. يعني بقاله كام على الوضع ده؟ بقاله يجي 10 سنين بالظبط. 8 سنين بالظبط متهيألي 8 سنين بالظبط. يعني 8 سنين وما حد سأل فيه ولا حد جه. 8 سنين يعني هم هدوه على طول وبعد كده سابوه بقى كده زي ما انت شايف. المساحه اللي هي مهدوده بس هي مساحته 1200 متر. 1200 متر. اللي معطل الناس دي هو المفروض على حسب ما سمعنا ان هم المفروض كانوا يشتغلوا. لو الاخ وكيل وزاره الاوقاف لو فتح بس يعني تمن صندوق السيد البدوي، تمن خد منه كده كبشه كده هيجي يبني الصبح. اما ده مش عارف قاعد على كرسي اصلا، هو والوزير بتاعه اللي قاعد اصلا ولا عايزين يشتغل ولا عايزين يعملوا اي حاجه خالص. ده لا امر اخلى كان قال السقوط فعلا. مش قايم، ما كانش قايم. يعيش 100 سنه. طب ليه ايه اللي خلاهم سالوه؟ او مثلا الله يبارك لك السقوط ما كانش سابوا المبنى دي كده. المبنى دي واقفه لوحدها اهي. جوامع جالها امر ازاله وعملوا لها صابون هنا ياما. يعني الجامع كان كويس. قول لحضرتك ايه؟ ما دي عندها استعداد تعيش 100 سنه. ده انا شايف انها مبنى اثري يعني. ايوه فعلا احنا صحينا هو جامع اثري ازاي تهد والاهالي تشيل المعاناه ديت ازاي؟ طب لمصلحه مين يعني؟ ما انا عايز افهم المصلحه. احنا عايزين نعرف يتحركوا. مين اللي يتحرك؟ مين اللي يشوف المنظر ده؟ مين اللي يشوف المناظر دي؟ وبعدين الناس اللي تعبانه في البيوت دي. الشتاء اللي عدى ده كانت في ناس هتموت هنا، عيال صغيره لو كان هيموتوا لو مش الناس اتكتفت وجابوا يعني هناك منحدر برضو من على الطريق للارض. الميه كانت بتتجمع لغايه هنا كده. كانت الميه يا عم انت عندك غوط كده، في عيال اطفال هتموت. عندك غوط هنا 2 متر من نص 3 متر. يعني الحته اللي نزلت لو عيل نزل مش هيبان. لو عيل نزل مش هيبان. الحته اللي نزلتها كلها. وجالهم اختراط اكتر من مره واختار ان يقطع عنهم الكهرباء. يعني اصحاب المحلات استولوا على حرمه المسجد؟ لا هم اصلا مؤجرين من الاوقاف. مؤجرين من الاوقاف دول ومش عايزين يخرجوا سيادتك. وفي ناس بتنزل كلاب بقى بالليل وقطط. ما اقولكش القطط دلوقتي انا ممكن ابقى نايم الاقي جنبي قطه من الشارع واكله زباله. كلاب يعني انا مستغرب. كلاب برضه في حيز كلاب بتيجي كلاب بالليل بقى. بالليل اولا ما تعرفش تنام من صوت الكلاب بالليل. بتلاقي مثلا يجي مثلا 20 كلب واقفين هنا عاملين بينبشوا في الزباله والقرف. برضه يعني الوضع الصحي هنا متردي جدا للاطفال هنا. يعني هي المنطقه كلها يعني فيها اطفال. المنظر انت شايفه قسما بالله انا جايب ابني المستشفى النهارده والله عنده نزله معويه والله. اولا احنا بنشوف ناموس اليومين دولت والله ما شفناه في الصيف. احنا عايزين بقى نجمع معاك اهو. احنا بيتنا اهو والله لو دخلت كل بيت دلوقتي اللي هتلاقي رش وتلاقي مبيدات حشريه والله في كل بيت وانا معاك والف معاك على البيوت كلها واحد واحد.